هو ده بقى الإنقاذ الوحيد ليّا، الصاج العائلي اللي باعمله وبارتاح منه أسبوع من هَم بقى الlunch box والساندوتشات والكلام ده كله. البيتزا وكمان ولا فرد ولا عجن ولا الهوا، هنعملها بالعجينة السايلة هتطلع معاكِ أحلى وأهَش وأطرى بيتزا وبمكونات تحفة جدًا وبأي حاجة موجودة عندِك في البيت. يالّا نسمّي الله ونصلّي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، وما تنسينيش لايك وشير لو عجبِك الفيديو، وخلّي الكل يستفاد ويا رب يحفظ لنا أولادنا جميعًا. أول حاجة هنجهّز العجينة معانا كوباية من المَيّة الدافية، حطيت عليها باكيت من الخميرة أو معلقة كبيرة من الخميرة الفورية، معلقة كبيرة من السكر، ونُص معلقة صغيرة من الملح، دوّبناهم كده وعلى طول نزلت معايا بمعلقتين كبار من الزبادي، اختياري بس بتدّي طعم حلو أوي للعجينة وطراوة، بتبقى حلوة أوي. وكمان اختياري معلقة كبيرة من الحليب البودر وكمان بيعزّز الطعم وغناوة كده، مش عندِك ما تحطّيش. حطيت كمان معايا 4 معالق كبار من الزيت. تقلبي مع بعضه كده، الخطوات سهلة وبسيطة وكل الاحتياجات عندِك في البيت. معايا بقى للصاج العائلي لصاج مقاس 30 في 40 3 كوبايات ونُص من الدقيق، 3 كوبايات ونُص من الدقيق. هنبدأ بالمضرب المضرب السلك معانا العادي خالص اليدوي وتقلبي. ومعاكِ بقى مَيّة دافية، المَيّة يا جماعة ما تكونش سخنة عشان ما تموّتش الخميرة معايا. أنا هنا دلوقتي هانزل بكام كوباية، 3 كوبايات إلا ربع مَيّة، بس نزلت هنا كوباية مَيّة في الأول وبعد كده نزلت بكوباية مَيّة تانية وبعد كده هانزل بتالت كوباية تدريجيًا. حطيت كده على العجينة نُص معلقة صغيرة من الزعتر بتدّي ريحة تحفة للعجينة، مش عايزة تحطيها براحتك بس بتدّي ريحة تحفة للعجينة. وكمان معلقة كبيرة من البيكنج باودر، وكمان نزلت معايا بمقدار ده اللي هو 3 كوبايات إلا ربع. انزلي بالكوباية التالتة واحدة واحدة لحد ما توصلي لقوام العجينة ده. بُصّوا، عايزاه قوام تقيل شوية، مش سايل خفيف لأ مش هينفع، لأ تقيل شوية زي ما أنتم شايفين كده بالضبط. نسيبها بقى ترتاح نُص ساعة كده ونيجي لها على طول. تعالوا نجهّز صلصة البيتزا السريعة. معايا معلقتين كبار من الصلصة، وكمان معلقتين كبار من الكاتشب، وكمان نُص معلقة صغيرة من التوم البودر، البصل البودر، الزعتر. بس كده، ما حطيتش أكتر من كده عليها. خلّي بالِك أنا حاطة كاتشب فطعمها مسكّر كده وجميلة ومش محتاجة ملح ولا أي حاجة. خلاص كده، هنا بقى هبّطنا العجينة بالمعلقة كده بعد ما خمرت معانا شوية وما بتخمرش أوي، يعني هي يا جماعة ربع ساعة وسريعة، والله ما بتاخد من إيدِك وقت خالص. جبت الصاج بتاعي أو الصينية بتاعتِك مبطّناها بالزيت، وكان عندي دقيق البسبوسة اللي هو سميد البسبوسة بطّنته بيه أو بالدقيق أو ما تبطّنيش خالص براحتك خالص. نجيب بقى البيتزا بصوا سايله كده وعادي فرطيها كده وهزي الصاج كده كويس جدا وينزل معاكي. الحشوات اختياري، نزلت بصلصه البيتزا وزعيها على قد ما تقدري. طبعا عندك جبنه موتزاريلا اختياري يا جماعه، ما عندكيش ما فيش مشكله عادي والله، بس طبعا الجبنه الموتزاريلا بتديها طعم كده حلو ولذيذ. كنت مقطعه معايا خضار طماطم، وكنت مقطعه فلفل ومعايا زيتون، وكمان شفتوا الفيديو بتاع البسطرمه الكدابه اللي عملناه، شوحتها على النار في شويه زيت صغيرين قوي وهنيجي نعمل بيها. ومش عايزه اقول لكم كان طعم البيتزا خطير، طعمها تحفه. وكمان اللانشون اللي احنا عملناه المدخن بالفراخ، لسه الفيديو نزل لكم برده من كام يوم، كانت رهيبه في البيتزا يا جماعه. يعني استخدمت حشوات من اللي انا عاملاها. طب انت خضار بس، خضار بس، مشروم، سجق، اي حشوه خضار بس يا جماعه، بتبقى سهله ولذيذه وبسيطه. نحط طبقه جبنه موتزاريلا تانية وهندخلها الفرن، يا دوبك بتقعد نص ساعه بالظبط في الرف الاوسط على درجه حراره 200، على درجه حراره 200، وهي نص ساعه بالظبط هتاخد اللون القمر اللي معاكي ده. شايفين بقى؟ نخرج بقى وهي سخنه طبعا ونقطعها. وعايزه اقول لك بقى تجهزيها وسيبيها كل يوم، حطيها بقى في الفريزر عندك، تتحط في الفريزر وتطلعي قطعتين بقطعتين او 3 قطع ب3 قطع على حسب احتياجك، وفي اللانش بوكس وريحي دماغك، وما بتاخدش وقت ولا عجن ولا تخمير ولا فرد. طعمها تحفة يا بنات، والله العظيم جميلة جدا. وحتى لو عملتي بصوا من 3 كوبايات ونص دقيق عملنا صاج عائلي يأكل البيت كله. او لانش بوكس المدارس بقى، بصوا غيروا كده، وسهلة يا جماعة وبسيطة وبجد ما بتاخدش وقت خالص. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، لايك وشير لو عجبك الفيديو، ومتابعة الصفحة. وكنتم مع ابتسام الجبالي، والسلام عليكم.